اهلا بيكم في مطبخنا. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطريه بطريقه بسيطه جدا فوق ما تتخيلي، وكمان باقل المكونات. هنستخدم بس 4 مكونات وكلهم موجودين في مطبخنا، بس هنضيف لها بعض اللمسات كده الفلاحيه اللي هتحلي القرص بتاعتنا وتعزز طعمها، وكمان تفرق معاكي في اللون. وكمان لو كنت لسه مبتدئه او اول مره تعمليها، تابعيني بنفس الخطوات وبنفس الطريقه تطلع معاكي النتيجه حقيقي مبهره. وكمان عايزه اقولك انها مميزه جدا في الفطار وفي العشاء، وكمان تقدري تحطيها في الفريزر لمدة شهر كامل، ولما تطلعيها هتلاقيها بنفس الطعم وبنفس الهيشان. صدقيني النهارده تعرفي كل اسرار طريقة عمل القرص الفلاحي في اقل الخطوات وطريقة بسيطة جدا. تابعيني ويلا نصلي على رسول الله ونبدا الوصفه بتاعتنا النهارده. بص يا حبايبي، انا النهارده مستخدمه دقيق عادي جدا متعدد الاستخدامات، جايباه سايب من عند العطار. وصفتنا النهارده مش محتاجه نوع دقيق معين او مميز، اي دقيق فاخر متعدد الاستخدامات يكون مناسب جدا لوصفتنا. وكمان نستخدمها كوبايه الا ربع من الزبده، ممكن نستبدلها بسمنه بس بلاش زيت لان الزيت هينشف العجين. ومعايا كوبايتين من الزبادي. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هنا، انا هفعل الخميره بتاعتنا او هشغلها. هستخدم طبق عندي واحط فيه معلقه سكر، وهنزل عليها بكيس الخميره الفوريه دريم، واحط كوبايه الا ربع ميه. انا مستخدمه النهارده في وصفتنا كلها كوبايه من الميه، وكمان تفرق معاكي في حسب نوع الدقيق بياخد ميه قد ايه. انا هنا خدت كوبايه الا ربع، وهسيب الباقي على جنب عشان العجين. وهقلب كويس اول الخميره بتاعتنا في قلب الميه والسكر لحد ما تدوب خالص، مبقاش فيها اي تكتلات. وبعد كده هغطيها وهركنها على جنب لحد ما انخل الدقيق. لابد من نخل الدقيق يا جماعه، الخطوات دي مهمه جدا فعلا. دي لما بتنخل بيكون احسن في العجن، وكمان بيخمر معاكي بسهوله. ويلا بقى ندخل الدقيق بتاعنا. انا هنا الدقيق بتاعي او الكيلو الدقيق بتاعي لو انت شغاله بالكوبايه اخد بالظبط 6 كوبايات من اللي احنا شايفينها، 6 منجات بيعملوا كيلو. وعايزه اقول لك كمان لو مش متاح عندك زبادي، ممكن تستخدمي اللبن رايب، او تجيبي نص كيلو من اللبن وتدفيه تدفيه بسيطه قوي، يعني تحطي فيه كده تستحمليها، وتنزلي فيه بمعلقتين من الخل الابيض، هتلاقيه قطع معاكي. تستخدمي عادي جدا لما يبرد. انا هنا الزبادي عندي متوفر لان كنت بعملها على طول في رمضان، فاللي كان بيتبقى مني مثلا ما يتاكلش كنت بعبيه في اكياس واحطه في الفريزر لوقت الاستخدام. بستخدمه في المعجنات فقط. وبعد ما نخلنا الدقيق بتاعنا ضفت له معلقه ونص من البيكنج باودر. انا ضفت هنا معلقه ونص، الكيس عندي كان مفتوح قبل كده فهو مش كيس كامل. وبعد كده نزلت عليهم بمعلقه من الملح ومعلقه من السكر، وهقلب كل ده مع بعضه كده لحد ما اتاكد ان كله دخل جوا بعضه. وبعد كده هنزل عليهم بالزبادي. بس قبل ما هنعمل الزبادي هوريكم شكل الخميره بقى عامل ازاي. شايفين ما شاء الله الخميره في حته تانية خالص، مجرد ما دخلت الدقيق كانت بقت بالشكل ده. ويلا بقى نكمل العجن. انا هنا الزبادي بتاعنا، لو انت هتشتري زبادي من بره هتستخدمي 4 كوبايات، الكوبايه اللي هي 110 جرام هيعملوك نفس المجين دول. وهنزل الزبادي بتاعنا كله وهشرب العجين بتاعنا الزبادي. يا ريت تمشي معايا بنفس الخطوات لو كنت لسه اول مره تعمليها عشان تطلع معاكي النتيجه مظبوطه. وبعد كده هنزل عليها بكوبايه الزبده السايحه، درجه حراره الغرفه، ما تكونش سخنه قوي وما تكونش ساقعه قوي. او السمنه ايا كانت تستخدميه، بس قلنا زي ما قلنا قبل كده بلاش زيت. واشرب ده كل الدقيق بتاعنا. وبعد ما اشرب الدقيق بتاعنا السمنه وكمان الزبادي هبدا اعجن عجن عادي جدا. عايزه اقول لك حاجه، المقادير دي يا بنات لكيلو من الدقيق. لو حابه تقللي كيلو الدقيق هتعملي كل حاجه بالمنتصف، هتقسمي نص المكونات كلها. وبعد كده هنزل عندنا بالخميره بتاعتنا زي ما احنا شايفين، وهنقلب هنا في الخطوه دي. يستحسن بقى ان انت تبداي تعجني عجن عادي. انا بس هشرب العجين كده والمه كله بالسباشوره، وبعد كده هبدا اعجن عجن عادي جدا زي احنا متعودين. وطبعا لو انت مستخدمه عجان هيكون اسهل عليكي، طبعا الموضوع هيكون سهل. برضو تتعاملي بنفس الطريقه الاول، زي ما احنا ماشيين بالظبط بنفس الخطوات حتى لو في العجان. بعد كده هعجن عجن عادي جدا، هلم كل العجينه بتاعتنا. وهتلاقي فيها شويه دقيق، ممكن هنا لو نوع الدقيق هنا ممكن يفرق معاكي. لو مستخدمه نوع دقيق عادي ممكن ما يحتاجش الميه تاني. انا هنا الدقيق عندي حاسس ان هو ناشف شويه من تحت، او في شويه ما وصلهمش سوائل، فهكمل بقى كوبايه الميه. الكوبايه الميه هنا مش مقياس اساسي الكيلو الدقيق، احنا قلنا على حسب نوع الدقيق بياخد ميه قد ايه. انت عينيكي او ايدك وانت بتعجني هي الميزان بتاعك، زي ما انت شايفه كده العجينه بتبقى عامله ازاي. انا كانت ناقصه عندي شويه لان كان في عندي في الارقان دي كده لسه موصلوش سوائل، فخدت بقيت كوبايه الميه. وطبعا العجينه بقى عادي، حسيت ان هي محتاجه ميه حطي، مش حاسه ما تضيفيش ميه تاني. والعجينه معاكي لقيتيها ملزقه معاكي ومش عايزه تلمي معاكي وسايبه منك، سيبيها ترتاح شويه في الطبق وارجعي كمليها تاني. بصي هنا عندي العجينه بدات تتماسك مع نفسها، مبقاش تلزق قوي وما بتسيبش قوي. فهكمل عجن عادي جدا، وهلم كل دي من الارقان كده زي ما احنا شايفين، وهفضل اعجن فيها لحد ما اوصل للملمس ده. بس بسم الله ما شاء الله العجينه عامله زي ما شاء الله، العجينه طريه جدا بجد تشجعك على الشغل.
وده الشكل اللي احنا عايزين نوصله في النهايه. وتملي وانت بتعجني امسكي بايد كده الطبق، اتملكي من الطبق وايد التانية اشتغلي بيها او اعجني بيها، بلاش تبقى ايدك الاتنين كده وسخه وكلها عجين او كلها دقيق، عشان لو محتاجه تزودي حاجه او تعملي حاجه ايدك التانية تكون نضيفه فتشجعك على انك انت تستخدميها بسهوله. وهنحتاج شويه بسيطه جدا من الزيت في قلب الطبق، وكمان هعوز وش العجينه بتاعتنا شويه من الزيت علشان وشها ما ينشفش. وهسيبها تستريح، انا مش هخمرها تخمير كلي، انا هسيبها تستريح بس 10 دقايق كده وهرجع لها تاني علشان هنخمرها في قلب الصاجه بتاعتنا. فانا مش هخمرها قوي، بس هسيبها تستريح واغطيها بكيس كده. ويلا بقى يا بنات نشوف شكلها بعد 15 دقيقه. بسم الله ما شاء الله شكلها عامل ازاي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. بصي هما بالظبط مش 15 دقيقه، ممكن يكون اقل. انا مجرد بس من صلاه العصر ورجعت لها تاني، فانا ما اتاخرتش عليها خالص. ما شاء الله شكلها يغني ما شاء الله عن الكلام. بجد العجينه طريه جدا وخفيفه قوي وناعمه جدا فوق ما تتخيلي، وكمان ريحتها بصراحه تحفه. يلا بقى نشكل عجينتنا. انا هنا اول حاجه هلمها كده واكورها، بخرج منها اي هوا جوه العجينه عشان اعرف اشكلها كويس. تلميها كده جوه بعضها وتبرميها مره واتنين كده عشان تعرفي ان انت تشكلها كويس. طلعي منها كل الهوا، وهقسمها 4 ارباع، وهشتغل في كل ربع لوحده. وممكن تفرديها كلها مثلا وتقطعيها قطع صغيره حسب ما انت بقى اللي يريحك في التشكيل ده يرجع لك انت. وبعد كده همسك ربع ربع كده وهبدا ان انا اكورها، اخرج منها التهويه برضو زي ما احنا شايفين عشان تطلع القطعه كلها كده من جوه مليانه وكلها قد بعض، ما بقاش مفرغه من جوه او فيها تهويه. وكمان عايزه اقول لك ان كيلو الدقيق دوت بيطلع لي 27 قرصه ما شاء الله يعني، وبالحجم اللي احنا شايفينه دوت. فطبعا كده توفير التوفير احسن من بره 100 مره. وبعد كده قعدت ابرم في العجينه بتاعتنا لما وصلتها للشكل دوت، تشتغلي فيها كده برومي فيها لحد ما تقطعيها بالشكل ده. التقطيع هنا انا شايفه ان ده مناسب جدا ان تكون قرصه بالحجم ده. انت حابه تقطعي اكبر او اصغر طبعا الحجم ده يرجع لك انت، بس بالنسبه للحجم ده ليا انا مناسب عشان تكون القرصه محمله من جوه، وفي نفس الوقت ما يكونش حجمها كبير قوي ولا صغير قوي، يعني الواحده بتشبع بصراحه يعني. وبرضك في الخطوه هنا لو مش حابه تفرديها قوي بشكل طولي زي ما انا كنت عاملاها في اول قطعه، تقدري تقطعيها زي ما هي كده بعرضها عادي جدا. بس القطعه هنا بتكون تخينه شويه فهضطر اقسمها اتنين، يعني انا عملت لكم بالطريقتين اللي تريحك تشتغلي بيها. هقسم كل قطعه اتنين بالشكل ده، وبعد كده برضك هبرمها بنفس الطريقه وهكورها كلها داخلها جوه بعضها كده، وانت بتلمي العجينه جوه ايدك كده علشان تكون القرصه من جوه مش مفرغه او قلبها هايش على الفاضي، تكون فيها برضك نسبه هيشان طبيعيه، بتكون قطنيه كده. فلازم تبرمي العجينه كويس قوي كده جوه بعضها. وبعد كده هجيب الصاجه بتاعتي ادهنها دهنه بسيطه جدا بالزيت، وهنقل فيها كل القطعيه بتاعتنا. واهم حاجه وانت بتحط القطعيه بتاعتك تخلي بين كل قرصه وقرصه في مسافه علشان لما تفرديها في قلب الصاجه وكمان لما تخمر ما تكونش لازقه في بعضها. فلازم تسيب مسافات بين كل قرصه وقرصه او كل قطعه وقطعه، وهنقل فيها كل القرص بتاعتنا. وبعد كده هكمل برضو بنفس الطريقه. عايزه اقولك ان كيلو الدقيق عمل لي بالظبط صاجه وصينيه، يعني صينيتين كبار وصينيه وسط ما شاء الله. يعني احنا شايفين بنقطع الواحده 8 قطع او 9 قطع الربع الواحد. كل الكميه اللي عندي هحطهم فوق بعض كده واسيبهم مستريحه، او هسيبهم بقى يخمروا. بصراحه انا هنا سبتهم بتاع ربع ساعه كده فوق بعض كده زي ما احنا شايفين، وقمت مغطيه اخر واحده بالكيس. وده شكلها بسم الله ما شاء الله بعد ربع ساعه الحجم تضاعف ازاي، عشان حتى كمان تعرفي انت تفرديها، لان لو فردتيها وهي لسه حطاها في الصاجه قبل ما تخمر مش هتعرفي تفرديها، كل ما تفرديها هتلمي معاكي. فلازم تديها وقتها في التخمير عشان تعرفي تفرديها زي ما احنا شايفين. انا هنا فردتها بس طبعا مش بفردها قوي علشان تكون تخينه شويه ما تبقاش رفيعه معاكي. وبعد كده هاجي على الوش بتاعنا عشان ناخد اللون الذهبي الناعم اللي احنا بنشوفه على طول في اي محلات. فاحنا هنا بنستخدم اللبن، لبن عادي جدا، معلقتين لبن بالظبط، مش ضايفه له اي حاجه خالص بس لبن. بجيب الوش بتاعنا بدهن كل وش القرص بتاعتنا باللبن. اي معجنات بصفه عامه يا بنات عايزه تحمري وشها تديها لون ذهبي مع نعومه كده معينه استخدمي اللبن، ولا في زفاره ولا بتكون تقيله ولا ملمسها بيكون خشن، بالعكس بيخليها حلوه جدا. استخدميه في اي معجنات حابه ان انت تديها لون من فوق. وبعد كده هستخدم اللبن في كل 3 صواني بتاعتنا ادهن وشهم كلهم بالطريقه دي، واغطيهم شويه يعني بتاع 10 دقايق بس لحد الفرن عندما يسخن. هبدا بعد كده اسوي. انا هنا مش هخمرهم تاني، انا بس هسيبهم يستريحوا لحد الفرن ما يسخن، مش هنخمر مره تانية. الفرن عندي هنا ظبطها درجه الحراره 220 من تحت على صعيد البلاطه او الصاجه لحد ما سخن خالص. وبعد ما سخن يا بنات وطيت على درجه الحراره 180
ودخلت الصواني بتاعتي من تحت الاول لما خدت لون خفيف كده من تحت، وبعد كده تشم ريحتها. المعجنات يا بنات بالذات ما بتاخدش معاكي وقت تماما في الفرن، لان الحاجات دي بتبقى خفيفه فما بتاخدش معاكي وقت. وبعد كده ارفعها على الشوايه ووطي شوايه عليها تاخد معاكي لون دهبي، وده كله وانت واقفه لها لان تحرق منك لو سبتيها او هتنشف. وتعالى نشوف شكلها بعد 10 دقايق بقت عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، شايفين شكل اللبن كله القرص امتصته، مش عامل ميه، مش معرق القرصه خالص، مفيش اي حاجه، كانك مش حاطه حاجه، مش باين اساسا. العجينه بتشرب اللبن من فوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده، كده لمعان ونعومه للقرصه من فوق، ولا في ريحه ولا في بيض بقى يعمل زفاره نحتاج لفانيليا عشان نضيع الزفاره، ولا في الكلام ده خالص. ويلا بينا بقى على الفرن بتاعنا ندخل القرص بتاعتنا للتسويه. وزي ما قلنا هنسويها ازاي، انا ماشي معاكي خطوه بخطوه. بص انا اول حاجه حطيت الصاجه من تحت الكبيره لما خدت اللون ورفعتها على الشوايه، كنت حاطه 2 تانيين من تحت. هتسوي بنفس الطريقه. بصوا بسم الله ما شاء الله يا بنات القرصه شكلها عامل ازاي. بصي هي فعلا سخنه، المفروض طبيعي ان احنا ما نفتحش اي معجنات وهي سخنه، نسيبها لما تبرد خالص عشان لما تقطعيها او تكرمشيها تكرمش معاكي عادي وترجع تفرد نفسها تاني. لكن وهي سخنه بتكون لسه من جوه محمله سخونيه، فبتبقى لسه ما كملتش الهشام بتاعها او التسويه بتاعتها الكامله. بس انا هنا بصراحه مستعجله عليها، هي فعلا سخنه جدا، مش عارفه امسكها طبعا من كتر ما هي سخنه. بس حابه اوريكم مدى جمالها ومدى نعوميتها. ما شاء الله العجينه قطنيه جدا، وما شاء الله القرص ريحتها تحفه، مش عايزه اقول لك. الريحه يا بنات والله ماليه العماره مش بس الشقه، بسم الله ما شاء الله حاجه كده تحفه. يلا جربي وتشجعي واعمليها، ولو في حاجه مش واضحه معاكي كلميني ابعتيلي على الكومنتات وهرد عليكي، وان شاء الله النتيجه هتبهرك، وبالف هنا وشفا.